كي جات داخله للدار وخارجه من الليسي واجعه للدار، غير الشرطه اللي حطتها راحوا. دخلت للدار راح يجري هذا بوها، قبضها من شعرها وسحبها ودخلها في قنت وبدا يعنفها. اول وحده دخلت اختها اللي صغيره عليها اللي سموها اسماء، غير صغيره مسكينه اختها، وقعدت تزقي وتقول له ابي خلينا اميمه. بصح الاب دمرها وقالها ما تدخليش روحك، غادي ندخلك معاها. وبدا يضرب في بنته اميمه اللي راكم تشوفوها في الصوره، عندها 16 سنه فقط. الام تاعها تاني جات تسلك وعاود دمرها. من بعد راح يجيب السلك تاع الحديد والكلاب، وهذه اميمه ربط لها يديها ورجليها. الام اللي عندها 5 دراري، 3 صغار الاخرين لزتهم عندها وحماتهم عندها، وكانت خايفه ميته منه. وكانوا يسمعوا اميمه تزقي وتقول له ابي علاش راك تربط فيا، لان هذا الاب معتاد يعنف ولاده ومرته. وقال لهم باللي غير اميمه هذه الطفله اللي عندها 16 عام كان كل ما يضربها دافع على روحها بيديها ورجليها، باسكو جايه غروند دو تاي فورت، كان تغبنه. قال لهم كي حلفت وعول يكمل معاها، ربط لها يديها ورجليها. واميمه تبكي وتوخ وتقول له ابي علاش راك تربط فيا. الام ما استحملتش، خرجت للشارع ونسات روحها وخرجت عريانه بالجبه تاع الدار، ما دارت لا جلبابها لا والو. اول حاجه الام دارتها كي جات خارجه من الباب سمعت اميمه تقول المادره. هذه المادره واحد الاله يستعملوها في الفلاحه، راهي قدامكم في الصوره، يجوا فيها بزاف الحدايد. كان شاريها الاب لانه كان حاب ينتقم من واحد من الجيران كان متدابز معاه، كان كل ما يضرب ولاده يجي يسلك ويدخل روحه. وكان حالف على ولده الكبير اللي هرب له من الدار وما قدرش يحاكمه، لانه اب نرجسي متحكم وما يبغيش لي يواجهه. الام عند الخرجه تاع الباب رافده 3 ولادها تهرب فيهم الصغار، وسمعت اميمه تبكي وتقول المادرة جاب المادرة، معناه سي بون غادي يقتلها. اول حاجه دارتها الام راحت عند الجوارين وتطلب المساعده. للاسف في ذاك النهار في ديك الحومه كان عندهم جنازه، واحد من جارهم مات في الواد، وجماعه تاع الشلف تاع بوعكاشه كانوا كاع رجال في الجنازه، معناه ما كاش كاين راجل يقدر يدخل ويواجهها. كان كاين غير نساء في الديار تاع الجوارين ونساء يخافوا منه. الام هربت ولادها 3 وطلبت المساعده من الجوارين. من بعد قبلت واحد من ولادها الصغار وقالت له روح تجري عند لي جوندارم، باسكو هما يسكنوا حدا الدرك الوطني. قالت لهم روحوا عند لي جوندارم وقولوا لهم بلي ابي راه يقتل في اختنا. راح طفل صغير يجري للدرك الوطني والام تسلك في ولادها. من بعد تفكرت الام وتكاكات باللي راهي بلا حجاب وبلا جلباب. بعثت وحده من ولادها الصغار باش يرجعوا للدار، وقالت لها غير تخبيه ادخل وجيب لي الجلباب تاعي. دخل الطفل الصغير للدار، وكي راح يجيب الجلباب تاع يماه سمع اميمه تبكي وتوخ وتقول له ابي خلي لي غير كلاويه الكليتين. واه الطفله تبكي وتقول له ابي خلي لي غير الكليتين، لان فعلا الجثه لقاو فيها 63 طعنه، لان هذيك الماده اللي استعملها للقتل كل حديده تنعد طعنه. والاب طعنها في عينيها، في القرجومه، في القرزي، في الرقبه، في الصدر، في البطن. كي شافوا الجثه بعد ما كملت الجريمه اندهشوا. الجريمه بشعه. الطفل الصغير كي دخل يجبد الجلباب تاع يماه سمع اميمه تبكي وتوخ وتقول ابي خليلي يا ابي غير كلاويه. من الخوف مسكين ما يعرفش زاد هرب ورجع لامه. والام خرجت للشارع مع 3 ولادها ولمتهم وهالبه. في ذاك الوقت كان باقي شويه على الاذان تاع العصر، كان كمل مع اميمه وقتلها وعنفها وربطها، و63 طعنه بهذه المادره دخلت في جسمها وقتلها. من بعد خرج القميص تاعها معمر دم، راح هو للشرطه وسلم روحه عادي، ودخل عند الكوميسير وقال له قتلت بنتي وتهنيت منها. سلم نفسه هو عادي للشرطه. علاش هذا الاب
موالف يعنف هاد العائله، بصح اليوم قرر باش يقتل اميمه. سمعوني باش تعرفوا ماذا وقع قبل يوم الجريمه. هذا الاب كان معروف باللي يضرب اولاده ومرته. الام مسكينه 21 سنه متزوجه معاه وهي تحت الخوف، وكان متدين متشدد. ممنوع التلفاز في العائله، ممنوع الهاتف. كانوا بناته يشبب لهم شعرهم، يشوف شحال كاين من شباب في شعر بناته باش لا كان الطول تاع الشعر نقص يفيق بهم باللي مقصوا شعرهم ويضربهم. عنده كلشي ممنوع، كلشي حرام. سموه سفيان، عنده ان بوبري 50 عام 54 عام، متقاعد في الجيش، سي ان انسيان ميليتير، بصح كان غير سو اوفيسي ولا ودا لا روتريت تاعه. في الاول كان يحاول يخدم، دار طابله تاع قصبه، خدم لي زيبيس مع واحد، من بعد انسان فاشل ولا قاعد في الدار. نعم لسنوات وهذا الاب وهو قاعد في الدار يقابل هذه الام و5 اولاد. ربي عطاه 5 اولاد، ولده الكبير شيب، وكاين طفل واحد اخر في الليسي دوزيام اني ليسي، وتجي هادي امنه اللي ماتت الله يرحمها، وزوج دراري صغار واحد اخرين. قاعد في الدار لا خدمه لا والو، عايش بهذاك التقاعد تاع الجيش ومقابلهم غير هما. الام كانت تتهنى منه كي يروح يصلي ويرجع، وكانوا الولاد يتهنوا منه كي يروح الجمعه يطول شويه ويرجع، من كثره اللي معيشهم في الخوف والظلم والتعنيف. العام اللي فات من كثره اللي ضربهم وعنفهم، الام وهادي اميمه والطفل الصغير وغدا اخر ولده داروا سيرتيفيكا شهاده طبيه، والام تشجعت وشكات. وهذا الاب العام اللي فات دخلوه للحبس، دخل للسجن وحكموا عليه اكثر من عامين. علاه؟ لان كان كاين 3 شهادات طبيه تاع الام واميمه وطفل صغير وغدا اخر، لكن في الجلسه زاد تعارك مع القضاة وحكموا عليه 6 شهور حبس وخد اخرى تاع سوء التعامل ولا سوء الكلام مع القاضي. بصح كي دخل للسجن هاد الام مسكينه ما عندهاش شهادات، بوها ميت، ما عندهاش دراهم، عائلتها فقيره. معناها هاد الام انضرت بزاف من الطلاق، و5 دراري ما قتلهمش، وكان ولدها الكبير مازال ما صموش في الجيش ومكاش شكون يصرف عليهم. 6 شهور وهي صابه لكن ما استحملتش. واحد هضرت مع دارهم وقالت لهم نرجع لراجلي، وراحت له للسجن وسامحاته وخرجوه من السجن وتسامحوا، وقالت المسامح كريم ورجع. بصح بنتها اميمه ما كانش باغيه ترجع. الام كي رجعت في الطلاق الاول في السجن الاول، اميمه الوحيده قالت لهم ما نرجعش، لان في التسامح لازم اصحاب الشهاده الطبيه اللي شكاو يتسامحوا. اميمه الوحيده قالت لها ما نسمعش، بصح امها قالت لها سمحي هذا بوك والمسامح كريم ووعدنا بلي ما يعاودش. رجعوا له ورجع للتعنيف. الاسبوع الماضي عنف اميمه بزاف، وكان كاين الجروح في يدها. كانت تقرا في الليسي، صاحبتها في الليسي شافت يديها مقطعين بالخدامه ولا مانيش عارف مجرحين. صاحبتها خافت بلي اميمه راهي باغيه تنتحر، راحت خبرت الاستاذه، والاستاذه كي شافت الطفله اميمه مجرحه من يديها حسبت محاوله انتحار. جابوا لها البسيكولوج تاع الثانويه وعيطوا للشرطه، وكي حقوا معاها لقاو بلي بوها هو اللي داير لها هكا، ماشي محاوله انتحار. عيطوا له في الشرطه وحلفوا فيه وهضروا معاه وخلاوه حتى يمضي على تعهد بلي ما يزيدش يضرب الصغار، وهو انسان حيلي شيطان. في الشرطه قال لهم سمحوا لي وما كان والو، ولادي ونبغيهم وما نعاودش، وتمسكن. وهو كان يخطط باش ينتقم. رجع للدار غضبان وزعفان والشيطان في وجهه. حتى الام قالت لك داك النهار كي رجع وجهه كان متبدل تحسب وجه الشيطان. هضر مع مرته وفهم باللي هي ما على بالهاش كاع بالقصه. القصه ما بين اميمه والاستاذه تاعها والشرطه. لذلك راح يخرجها من الثانويه، بصح المودي ما بغاش يعطيها له. رجع للدار وقعد يقرا عليها، والشرطه هي اللي وصلتها للدار. وكي وصلتها الشرطه للدار عاودوا هضروا مع بوها وقال لهم انا ما نديرها والو، مسامح كريم. هي قلعت اللوطو تاع الشرطه وراحوا، وهو دخل للدار وقتلها كيما حكيت لكم في البدايه.